السلام عليكم ورحمة الله. الطلاق، النقطة اللي ما كانش يجب توصل ليها، واللي المفروض انت قاولتي. بس انا بكلم الراجل هنا لان هو صاحب القرار في الطلاق. الست صاحبة الطلب، انما القرار بيد الزوج. فانت وصلت للقرار ده اكيد بعد اخد ورد كتير، وبعد طلب والحاح منها كتير، واسباب مقنعة وغير مقنعة كتير. بس هل انت عرفت تبعاته ايه؟ نتائجه ايه؟ اثره ايه عليك، عليها، على الأولاد؟ الطلاق تشريع، ربنا ما حرموش يعني. بالعكس، يمكن أحد أهم مزايا الدين الإسلامي بتاعنا اللي فيه التشريع الطلاق، لأن في حاجة اسمها استحالة العشرة. فبالتالي الطلاق هنا بيكون حل، وكل واحد يبدأ مع حد جديد، أو حتى لو مش هيبدأ مع حد جديد، على الأقل يعمل شت داون لحياته في الحتة ديت وخلاص. يبقى هو كده اكتفى بالجزء اللي فات وجرب حظه، زي ما احنا ساعات بنقول لبعض، وما لقاش نفسه منسجم. على فكرة احنا كلنا بنطلع الحياة فينا ناس ستات ورجالة مش جاهزين للمشاركة الحياتية، مش جاهزين اللي هو أو هي يشارك حد في الأكل أو في النوم أو يتحمل مسؤوليته. هو أضعف من كده، أو قدراته الذهنية والنفسية والعصبية والمادية ما تتحملش ده. فلما بيتجوز أو هي بتتجوز، الكلام هنا للاتنين، بتظهر عيوب، عيوب اللي مش قادر ينسجم، عيوب خاصة بالمشاركة الحياتية، عيوب خاصة بالأنانية، عيوب خاصة بطبيعة التربية بتاعت كل واحد، خصوصا لو بتدلع واخد اللي هو ياخد بس ما يديش. عشان كده لما بيجي يفتح بيت أو هي تفتح بيت، ما بيقدرش يبقى بإعطاء. الجواز كمجمل قايم على التضحية، كله تضحية وإنكار الذات. الست بتتخلى عن حريتها وعن آه، ارتباطاتها وعن مساحة الحرية اللي كانت واخداها لأبوها في سبيل إن هي تبقى عند زوج. وهو نفس القصة، بيتخلى عن حريته وعن قدراته المادية على الصرف على نفسه بس وعلى حاجات كتير، اللي في واحدة بقت ملزمة منه. وبعد ما ربنا بيرزقهم بعيال، هما الاتنين بيتخلوا عن نفسهم وبيفكروا في العيال بس. فهو مبني على التضحيات. فعشان كده في ناس ما تقدرش تبقى مضحية، متعرفش، ما تربتش، ما شافتش نموذج. ف دي هي القصة اللي عايز أوضحها لبعض.